عمرك سمعت ان الانسان اصلا اصله سمكه؟ لا 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 لا، ما تخافش، مش هنلحد ولا حاجه. تعال احكي لك القصه. دي كانت نظريه موجوده من 2600 سنه تقريبا، وكلنا سمعنا عن نظريه داروين اللي كانت سنه 1859، اللي كان بيقول فيها ان الانسان اصلا اصله قرد. واللي محدش سمع عنه ان قبل ميلاد عمنا داروين بقرون كتير كان في فلاسفه كتير كل واحد بيطلع يطربنا بنظريته عن اصل الانسان، ومنهم عمنا انكسماندر. ده فيلسوف يوناني عاش في قرون ما قبل سقراط، واعتقد عمنا انكسماندر ان الانسان اصله سمكه، واستنتج الكلام ده من ملاحظته لمعظم اجنه الحيوانات، فلقى شبه كبير جدا بينهم وبين السمكه. ومن هنا قال لما كل اجنه الحيوانات دي تشبه السمكه، ليه ما يبقاش الانسان الاول ولدته سمكه هو كمان؟ ولكن نفترض ان نظريه عمنا انكسماندر دي صحيحه. في سؤال يطرح نفسه بنفسه، لما الانسان الاول ولدته سمك، مين قدر يربي ويراعي الانسان ده؟ وطبعا علشان هو فيلسوف وسؤال زي ده ما يعديش على واحد دماغه متكلفه بالمنظر ده، قال لك لا، السمكه دي ولدت الانسان الاول بالغ يا ناصح منك ليه. فكان بيقول ان السمكه احتفظت ببعض الاجنه البشريه داخل الرحم بتاعها لفتره زمنيه حتى البلوغ، وبعدها راحت على الشاطئ وخرجتهم، وبعدها بقى شقوا طريقهم في الارض وعاشوا بقى فيها لحد ما جينا احنا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان اصل الانسان من سيدنا ادم وستنا حواء، وده اللي اتفق عليه كل الاديان، بس دايما في قوه غريبه بتحاول تسحبنا لافكار شاذه غريبه عن الافكار الطبيعيه بتاعتنا. ولو حابين تعرفوا عن نظريه عمنا داروين عن ان الانسان ده اصله قرد، سيب لنا كومنت ونشرح لكم النظريه. ونسيت اقول لك، ما تنساش تسيب لنا كومنت وتقول لنا انت شايف صاحبك اصله ايه.